اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا الفراخ الروست الجميله القمر دي. شايفين منظرها؟ شايفين جمالها؟ ما شاء الله. شايفين لونها؟ روعه. هتمشوا على نفس الخطوات هيعجبكم جدا. عندك عزومه، عندك حد، عندك ضيوف، جت فجاه كده عليكي، هتعملي صينيه الفراخ ديت سريعه بسرعه، مش هتاخد معاكي اي شيء. عملنا في جنبها كده مكرونه سباكيتي زي ما قدامكم، بتنجان بتعمل مفضل الجميل القمر ده. طبعا عملنا شغله بسيطه خالص، وعملنا سلطه، وعملنا حطينا طبق مخلل بقى كده، وعملنا رز طبعا. يا رب يكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكونوا بتطلعوا بافاده كده من الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الفراخ الروست دي بتتعمل ازاي. شايفين منظرها؟ شايفين دايبه دوبان، والطعم بقى والريحه ما اقولكوش. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال ما شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو ده عامل ازاي يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي، معانا فلفل الوان طبعا، اصفر واحمر واخضر. فلفل الوان طبعا انتوا عارفين. معانا بقى بهارات، جنزبيل، معلقه جنزبيل، فلفل اسود، زعتر، بهارات مشكله، معلقه كبيره او معلقه ونص كده، ملح، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا، معلقه زعتر، معلقه بودره ثوم، ومعانا معلقه روزماري. ده روزماري وده زعتر. هنعرف الكركم من الكاري بيكون غامق سنه وبيكون ليه ريحه، الكركم ماليش ريحه وبيكون اصفر خالص زي ما قلت كده. معانا حوالي 3 معالق خل، ومعانا حوالي 5 معالق زيت او ربع كوبايه زيت. معانا حوالي 4 معالق صلصه، معانا مكعبين ليمون او ليمونتين معصورين، معانا كوب زبادي او علبه زبادي، صويا صوص هناخد معلقه دبس رمان زي ما قدامكم. معانا الفراخ مغسوله كويس، منقوعه كويس في خل وجنزبيل وفلفل وطماطمايه كده، وتتنقع نص ساعه، وبعد كده تنشطف وتطلع بالمنظر ده، تبقى جميله ما شاء الله. وخل. معانا بصل زي ما قدامكم كده متقطع شرايح، ومعانا جزر. هو ممكن حابه تعمليه مبشور هتعمليه مبشور، انا حبيته كده ان يكون متقطع شرايح خفيفه. معانا طماطم برده حوالي 3 طماطمات متقطعين شرايح زي ما قدامكم كده يا حبايبي. كل الحاجات كده جاهزه معانا. هنبدا بقى، ومعانا القارب طبعا البايركس. هنبدا الاول كده هنعمل الخلطه اللي هنتبل. الاول هناخد نتبل الفراخ، وبعد كده نتبل الخضار بتاعنا بقيه الخلطه اللي فاضله. في ناس بتحب تتبل الخضار الاول وبعد كده بتحط عليه الفراخ وتاخد من التتبيله. احنا عايزين الفراخ تاخد من نكهه التتبيله، تبقى كويسه، تبقى طعمها متبل وجميل. فهناخد الاول ناخد جزء صغير نتبل الفراخ تتبيله كويسه، وبعد كده بقيه الخلطه نتبل الخضار. هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده معانا البوله الجميله دي، هنبدا نحط الزيت والخل مع 3 معالق خل اللي احنا قلنا عليهم، والتوابل الجميله ديت كلها كده مع بعضها. وهناخد الصلصه نحطها. بصوا الاكله دي جميله جدا، الفراخ الروست دي جميله زي بتاعت الافراح. والقشطه مش لازم قشطه، لو انت ما عندكيش قشطه ممكن القشطه اللي بتاخديها من على وش اللبن. مش لازم زبادي، ممكن تاخدي القشطه من على وش اللبن. الليمون نحطه، ممكن نحط شويه حليب او شويه لبن رايب عندنا، يعني مش لازم يكون فيه قشطه، قصدي مش لازم نحط زبادي. هي فيها معلقه اهي حطيتها، لما نبقى نشتري بقى واحده. دبس رمان معلقه، كفايه كده. وهنقلب الخلطه الجميله القمر دي، وهنبدا بقى نقلبها كده. بسم الله. مقولكوش بقى على ريحتها جميله تجنن. ممكن تحطي بودره بصل انت براحتك، ممكن تبشري جزر وتبشري بصل، بس اهم حاجه البصل فيه كميه بصل تكون متقطعه كده جوليان او شرايح. وبدانا كده خلاص كده. بسم الله ما شاء الله. مقولكوش على حاجه يا حبايبي جميله جدا. التتبيله اللي احنا عاملينها ديت بتنفع في فراخ مشويه، شيش طاووق، شاورما، اي تتبيله لحمه بتبقى جميله قوي. احنا بنقول البان ليه؟ علشان خاطر الالبان ديت بتطري اللحمه، بتطري الفراخ، طلعت طريه وجوسي كده وجميله. اول حاجه كده هنبدا نفتح الفراخ بتاعتنا، علشان احنا عايزين الخلطه ديت تدخل جوه الفراخ. دي اول حاجه. شايفين معايا فتحات كده، فتحات جميله كده، عشان انا عايزه التتبيله والجرح كده برده افتح فيه. وهاخد الود برده كده، هبدا كده من تحت اهو. شايفين فتحات كده بزاويه عشان يبقى شكلها جميل. شايفين احنا عايزين الفتحات دي، واخدين بالكم معايا.
هخلص بقى كده الفراخ مع نفسي كده، وبعد كده نيجي نتبلها مع بعضنا بالمنظر ده. هبدا بقى اتبل الفراخ بتاعتي كده، هدخل بقى جوه اللحم كده في بعضه كده. ما ينفعش ان انت تعملي التتبيله ديت، ممكن تتبلي الفراخ وتسيبي بقيه التتبيله لبكره لتاني يوم علشان تتبلي بقى البصل والخضار، لان ما ينفعش ان احنا نبيت البصل في التلاجه، لان البصل طبعا ما بيكونش مستحب لو بات متبل او لو بات متقطع، لازم يتعمل في نفس اليوم. ناخد بالنا عشان لو احنا عملنا البصل، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، بيعمل بكتيريا وكده مش كويس عشان صحتنا. ناخد بالنا من الحركه دي. البصل والثوم بيتعمل فريش في يومها، وممكن تستغنى عن الزيت والدهون اللي بتنزل من الفراخ، هي اللي بتخلي الفراخ لونها حلو وجميل، وبينزل دهون بسم الله ما شاء الله. احنا كده خلاص هنطلع الفراخ التتبيله، وفاضل التتبيله زي ما هي تبلنا الفراخ والتتبيله زمان. هنحط الجزر والطماطم، وهنحط البصل، وهنحط الفلفل البارد والفلفل الالوان والفلفل الحار، وهنقلب بقى الخلطه دي مع بعضها. انا بحب ان انا اعمل بايديا، انا بحب ان انا اعمل كل حاجه بايديا نظيفه، طول النهار في المطبخ، طول النهار بغسل المواعين وبنضف في المطبخ عادي، ما فيش اي حاجه، وايدينا نظيفه ما فيهاش اي حاجه، واحنا اللي هنعمل لاولادنا، ما بنعملش لحد غريب، ما احنا زي المحلات. وهبدا اقلب التقليبه دي الجميله ديت، شايفين شكلها وجمالها بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل. احنا كده خلاص بسم الله ما شاء الله قلبنا التتبيله. هنبدا بقى ناخد شويه خضار كده، نحط كده تحت، نص الخضار هنحط تحت. جربوها يا جماعه، جميله جدا، هتعجبكم او تعجب اولادكم. وهبدا كده ارص الفراخ تبعي. لو انت حياتك على قدها، انت ممكن تعملي الاكله دي على يومين. تعملي ايه؟ النهارده هتاكلي بعيش ومكرونه اسباجيتي. هنعمل بطاطستين ونحطهم في قاع الصينيه، بحيث ان انت هتعملي الفراخ روستو، وفي نفس الوقت يكون عندك صينيه بطاطس لتاني يوم. هنحط بطاطس في القاع، في قاع القالب، وهنحط عليها شويه خضار، ونرص بقيه الفراخ عليها. هتاكلوا فراخ مع الخضار ده اول يوم، وتاني يوم هتعملي شويه رز بشعريه مع البطاطس، مع بقيه القالب. البطاطس لو فضل منك فراخ عادي، ما فضلش عادي، هتسلقوا بيض جنب الاكل تاني يوم مع رز بشعريه مع البطاطس، وهتاكلي انت واولادك، وهتعملي طبق سلطه، وهتكون الاكله جميله جدا بسم الله ما شاء الله. لو حابه توفري وحابه تعملي ميزانيه لبيتك ده عادي، ما فيش اي مشكله. وهحط بقيه الخضار بقى كده يا حبايبي. دي فكره حبيت ان انا اقول عليها لحبايبي، الناس اللي على قد حالها، اللي هي مش بتشتري فراخ كتير على طول، ومش بتشتري لحمه اصلا ولا بتدخلها بيتها، بحيث ان البطاطس اخذت من طعم الفراخ واخذت من طعم الخضار، وتحس كده بطعم جميل فيها. تمام، يبقى كده اكله على يومين. وهسيبها بقى كده في التتبيله ساعه او ساعتين، وبعد كده هنرجع لكم هنشوف هنعمل ايه. وغطاها باسترتش الاول كده. احنا كده غطيناها بالاسترتش في المنظر الصينيه بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ساعه كده، وهندخلها الفرن ان شاء الله، وهوريها لكم بقى ان شاء الله لما تطلع. ان شاء الله هنعمل فراخه جنبها مكرونه سباجيتي. كده رجعت لكم بعد ساعه. هبدا كده اشيل الاسترتش تبعي. معايا بقى كام قرن كده حار، هبدا اوزعهم كده. لسه مطلعهم من الفريزر طبعا، مخزنه الفلفل الصغنن ده في الفريزر، بحطه كده لان انا عندي بنات بيحبوا الحاجه تكون سبايسي شويه. مشغله الفرن بقالي 10 دقايق، وهبدا بقى كده اغطيه كده بالاسترتش بالسلوفان قصدي، وهدخله بقى الفرن كده نغطيه كويس. طبعا ما زودتش ميه، الخضار ده مليان ميه ما شاء الله، مليان سوائل كتيره، والفراخ كمان هتنزل سوائل. هنبقى مع بعضنا، واحنا برضو هصور القالب وهو فرن البوتاجاز ساعه ما يغلي، وهوريكم كميه السوائل اللي نازله من الخضار ومن الفراخ. انا عايزاها تسوي نفسها بنفسها، تكون طعم احلى ونكهتها هتكون احلى. وعشان ما تغيبش معانا في الفرن بلاش نزود ميه، كفايه السوائل اللي هتنزل من الخضار او من الفراخ. هسويها وهتكفي، وهرجع لكم تاني بعد شويه بقى في الفرن برضه هوريكم السوائل قد ايه نزلت معلقه واعي. هرجع لكم بعد شويه. عايزه اوريكم منظر السوائل، شايفين السوائل كتير قد ايه؟ اكتر من نص القالب سوائل. فعشان كده بقول لكم ما تحطوش ميه مع الفراخ الروستو، بصراحه جميله. انا هقلبها على الصدر، وهقلبها على حتت اللحمه العاليه علشان تستوي كويس، وبعد كده انا هدي لها وش كده، اقلبها تاني وادي لها وش. فاهمين قصدي طبعا؟ شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. التتبيله جواها روعه، يعني انا هقلبها كده، ده المقصد يعني، علشان الوش روخه كمان
علشان الوش كمان يستوي ويبقى جوسي كده وجميل معانا. شايفين الخضار بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ما اقولكوش بقى على ريحه القالب ده، الريحه بصوا ماليه المكان وماليه الشارع بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين السوائل كتيره قوي. اهم حاجه القالب البايركس يا جماعه ما يدخلش عليه ميه بره، لازم يكون ناشف من بره. ناخد بالنا من الحاجات دي. انا هغطيها برده بالفويل تاني. انا كده قلبتها وهرجع تاني اظبطها تاني بعد ما تاخد يعني رباعيه كده في الفرن، وهرجع لكم بقى تاني. كده اعمل المكرونه. طبعا احنا كلنا عارفين المكرونه الاسباجيتي بتتعمل ازاي، تسوى ازاي، وعارفين البطاطس بتتعمل ازاي متحمره، وعارفين البتنجان بتتعمل ازاي. هرجع لكم بقى بعد شويه كده. حبيبي بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم بس منظر الفراخ. الفراخ الروسو دي جميله جدا ما شاء الله. شايفين جمالها، شايفين لونها روعه ما شاء الله. تمشوا على نفس الطريقه هيعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش